لو عايز تعرف ايه اللي حصل في الجولة السادسة من دوري ابطال الملكي خليك معايا لبعد الفاصل. لسه بدري. عبد الله عبد الرحمن كان خسران قدام نصار في اولى اللقاءات ورجع تاني في اللقاء. المشاهد انتم على موعد مع الريمونتادا الثانيه. عبد الله عبد الرحمن عملها مع نصار لو تفتكر عزيزي المشاهد كان 4 برضه ويوسف حط الرابع وادي الرابع اهو وعينك ما تشوف الا النور ودور على نفسك تلاقيه. وانا بقول لك الخامس هيجي الخامس هيجي الخامس هيجي الخامس هيجي الخامس يا راجل الخامس يا راجل لكن يزحلق عمار يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة مختلفة جدا عن كل حلقات اللي فاتت من دوري أبطال الملكي. معايا الكابتن أمجد جمال أحد أعضاء اللجنة المنظمة بدوري أبطال الملكي. أهلا وسهلا بك يا كابتن أيمن. اهلا وسهلا بك يا كابتن عبد الله وقناه الشريط المخالف، واتشرفت بحضرتك النهارده. الحقيقة النهاردة قررت ان انا استضيف حد من احد اعضاء اللجنة المنظمة نظرا للتساؤلات الكتير اللي حصلت في الفترة الاخيرة، وكلام من هنا وكلام من هنا ومحدش عارف الحقيقة فين، رغم ان انا اتكلمت طبعا معاك اكتر من مرة عشان اقدر اعرف الاخبار من مصدرها، ولكن انا حابب ان انا اشارك معاك الكلام قدام كل المتابعين والمشاهدين عشان هم كمان يعرفوا ايه الاخبار الصح وايه الاخبار الغلط عن كل حاجه، عن التنظيم، عن المباريات، عن المواجهات، عن الانسحابات، عن كل الاخطاء، عن السلبيات، عن الايجابيات، عن كل حاجه. والله جميله لكن عمر رأفت ما يعرفش يخلص كورته كهرباء والتاني ولا ايه. هو اداها لك يا راجل حطها لي انت تاني. كهرباء والثنائيه كهرباء المبدع الفلت العالي حط التاني. ان في البدايه في مجموعه ناس كتير قوي عايز اشكرها في وجودك معايا، على راسهم طبعا الكابتن اشرف سعد والكابتن علاء سعد والكابتن ابراهيم سعد، اللي بيقوموا بمجهود جبار عشان الدوري يتعمل في احسن صوره، وطبعا حضرتك مع الكابتن محمد سلامه مع الكابتن محمد طه. الناس بصراحه بيقوموا بمجهود كبير جدا عشان يحافظوا على سلامه الدوري. حابب طبعا ما انساش الكابتن نصار اللي عمل بصراحة مجهود جبار عشان يقدر يقنع سندوة ان هي ترجع تاني وما تنسحبش على حد علمي. برضو مش عارف برضو انت ليك تعليق طبعا على المعلومة دي، وهنتكلم في كل الكلام ده بالتفصيل. حابب اشكر الكابتن صبي، كابتن عبد الله صبي يا كابتن امجد، عامل مجهود خرافي في الاذاعة ويستحق فعلا لقب مذيع سنهيرة الاول. الكابتن عبد الله صبي بصراحة بحس ان هو بيذيع بقلبه، والله بحس انه بيذيع بقلبه. الماتش اللي صبي ما بيذيعوش بتحس ان الماتش متغير. والله المعجزه والرشاش الربع والله مش غلط. والله بتعمل ايه يا راجل؟ اهدى يا راجل، ده انا قلت قول يا راجل بتعمل ايه يا رشاش؟ لسه كنت بتشتكي منهم طلعت والله. انا مش شايف حد، انا مش شايف حد يا حبيبي. يا رشاش كانت في ايدك وراح 4 ولا سالت غيرك يا حبيبي. اللي ضيع يا حكاكه يستقبل الماتش. صبي بيخلي شكل للدوري، يعني صبي تعليقه انا بحبه، يعني بحب ان هو يبقى موجود لان بيعمل لنا شكل كويس للدوري. وتعقيبا على كلامك، يعني انا بشكر اداره النادي الملكي، كابتن اشرف سعد وكابتن علاء وكابتن ابراهيم. الناس دي يا جماعه يعني ما عايز اقول انها ما بتكسبش حاجه خالص من ورا الدوري ده خالص، بل بتصرف عليه. وعايزين يعملوا حاجه كويسه للناس، وعايزين يعملوا حاجه للبلد. مش فارق معاه بقى يكسب ولا ما يكسبش، هو المهم ان هو يعمل حاجه كويسه يجمع بقى الناس، والناس تتعرف على بعض، ويبقى في حاجه كويسه معموله في البلد. واحنا بنعمل دوري لاول مره في البلد، فهتلاقي سلبيات من ال 12 فريق موجودين من اللجنه المنظمه واداره النادي. انت هتلاقي سلبيات، لازم كل حاجه فيها سلبيات وايجابيات. بص للجانب الايجابي هتلاقي ان انت بعد كده موسم جديد احنا بنفكر فيه من دلوقتي ان احنا نعمل لكم حاجه كويسه جدا. واحنا بنكتب كمان ان احنا كل يوم تقرير بالسلبيات اللي بتحصل من الفرق من اللجنه المنظمه واداره النادي، عشان نعمل لكم حاجه تاني موسم ده يبقى مختلف تماما، والناس كلها هي اللي تبقى حابه انها تيجي تشارك في الدوري. فراري هيشوف ولا يعمل ايه؟ هيعدي الاول لكن بيتا عدى الثاني مسر والجول. والله بتعمل ايه يا راجل؟ يا راجل ابتعد
وابدعتونا والله. 1-2 نصار غفور قال له خد انت. خليفه قال له خد انت مش احسن مني. ضغط واستحواذ وتهديد عند الارسنال نصار. بشكر طبعا كابتن نصار طبعا. كان الدور الكبير ليه ان هو فريق سندوة يرجع. الراجل يعني مهتم ان الدوري ينجح، مش مهم ياخد بطولة او ما ياخدش، هو عايز الدوري ينجح والناس تنجح. وبنشكر كل الناس اللي بتدعم الدوري ان الدوري ينجح يعني. 4-5 بيدور على مين الى اشرف. كارتة ولا مين؟ عصفورة ولا مين؟ حط يا راجل يا راجل، خلي اللقاء يحلو. حط يا عصفورة مجهود جبار. والكارتة بالتاكلينج بتاعه. البروسيا دورتموند والله برشلونة 1 والارسنال 1. لقاء ممتع، لقاء شيق. من مصلحه نصار ان كانت سندوه ما تجيش. انا بقول لك نصار لو سندوه ما جاتش، نصار كان موقوف عنده احمد نصار نجم الفريق واحد الدعائم الاساسيه في الفريق. انا بقول لك لو احمد نصار موجود في الماتش ده ما كانش انتهى 7-1 لسندوه. وعنده كان احمد ممدوح مش جاي، يعني عنده الفريق يعني، وهو اللي خلى الفريق سندوة يجي، يعني هو اللي له الدور ان فريق سندوة يجي. مش فارق معاه بقى يكسب او ما يكسبش، هو عايز الدوري ينجح والناس تنجح. واحنا شايفين فريق سندوة من الفرق القوية اللي هتبقى موجودة في الدوري، هتنجح معانا الدوري. فاحنا بنشكره طبعا، وبنشكر كل الناس اللي هي مهتمة انها تلعب كورة. نصار الحقيقه كابتن امجد طول عمره كبير، قبل ما يكون لاعب كوره كبير فهو انسان محترم في اخلاقياته جوه الملعب وبره الملعب. عشان كده انا على هوا ومع حضرتك طبعا بنشكره على كل حاجه بيعملها كويسه من اجل نجاح الدوري. الحقيقه في واحد تاني برضو كنت عايز اشكره على لقطه عملها كويسه قوي، لقطه روح رياضيه. الكابتن ابراهيم حنتيره اخوه الصغير كان في ماتش بيلعبه قصاد سامح الزعبوري، وكان خسران 3-0 وبعد كده جاب جونين في الشوط الثاني لما جاله بلوزه في الشوط الثاني اللي قلب له الموازين، وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. ولكن انا حبيت ان انا اسلط الضوء على اللقطه دي وهوريها لكم حضراتكم في الفيديو دلوقتي. الكره شاط الكره بسن رجله، خبطت في دماغ الكابتن معجزه. قام الكابتن معجزه داخل وقع، ردت لابراهيم حنتيره تاني. الكره عليت ونزلت تاني لابراهيم حنتيره، كان ممكن ياخدها على صدره ويجيب التعادل على الرغم انه خسران. أيوة هو اصلا كان هو جون بعد ما خبط فيش ردت له، كان هو خلاص المفروض لو لعبها على الجون جون. هو راح مطلعها بره، يعني لقطه مش هتحصل. مسك الكوره ووقف اللعب قبل ما الحكم يصفر. مش هتحصل من اي حد يعني بالظبط، واطمن على الكابتن معجزه، والحمد لله كلنا اطمنا عليه ان مفيش اي حاجه. وبعد كده الكوره اتلعبت تاني رخر، عشان كده ربنا كرمهم وتعادلوا في الماتش ده، وكان من الماتشات المهمه اللي هنتكلم عليها بالتفصيل. ولكن انا حبيت اسلط الضوء زي ما لسه قايل لك على لقطه من احلى اللقطات اللي حصلت في الدوري لحد دلوقتي من فريق حماسه من ابراهيم حنتيره. لعيب مميز جدا وفرقته مميزه جدا، فانا حابب ان انا احييه قدامكم كلكم، وهسيب لكم طبعا اللقطه تتفرجوا عليها. ابراهيم 3-2 بسن الجزمه كده، تغلط في معجزه يقع تاني، لكن يمسك كورته كده بكل روح رياضيه ابراهيم ويطمن على زميله. ما فرقش مع انه يجيب هدف، لفته اخلاقيه كده من ابراهيم. بتعودنا دايما ان الكوره كوره، والادب والاخلاق قبل اي حاجه في الكوره. في الفريق الخصم والمنافس، ولو انا خسران 100 برضه لازم اقف. كابتن امجد، اهم التساؤلات اللي موجوده حاليا في الدوري، في ناس وانا عارف في ناس بتنخرب في الدوري، وانا عايز الناس تعذرني في الكلام اللي انا بقوله لان كلام مهم جدا وخطير جدا. في ناس بتنخرب، واي حاجه ناجحه طبيعي بيبقى لها اعداء. اكيد لو مش ناجحه مش هيبقى لها اعداء. مش ناجحه مش هنلاقي كل الكلام ده. ولكن مش دي المشكله، مش دي المشكله ابدا ان يكون لك اعداء، مش دي المشكله. المشكله لما يبقى عدوك منك. هو دي المشكله، لما يبقى عدوك منك، لما يبقى واحد بيجي يقف معاك كل يوم ويقف معاك، وفي نفس الوقت تكتشف ان هو ده عدوك اللي واقف جنبك. لما واحد يكلمك كل يوم يطمن عليك واخبارك ايه وكل حاجه، وفي الاخر تكتشف ان هو اللي بيضرك في ظهرك، هي دي المشكله يا كابتن امجد. ماشي، سواء انت بقى اتفقت معايا في الكلام او لم تتفق، فانا راجل انا متاكد من كلامي. انا بقول ايه؟ انت عارف انا ما بطلعش اقول كلمه في الفاضي. اكيد انا ما بطلعش اقول كلمه في الفاضي. انا اتاكدت ومعايا الادله، وعارف مين اللي كلم كاستيلا،
وقال له ما تجيش، ومين اللي كلم سندوة وقال لهم ما يجوش، وعك الدنيا مع الناس دي كلها من اجل افشال الدوله. يا كابتن امجد واحنا المواضيع دي احنا قفلناها خلاص، واحنا خلاص ماشي يا كابتن امجد، انتوا قفلتوا. انا عايز افهم. هي وجهات نظر، وكل واحد له وجهه نظره، وممكن يكون واحد بيتكلم وجهه نظره بس الكلام بيوصل بطريقه معينه. فاحنا خلاص خلصنا القصه ديت وايه، واحنا ما فيش اي مشاكل مع اي حد. احنا كل واحد يعني عايز ينجح الدوري احنا معاه، وكل اللي حصل الفترة اللي فاتت ديت يعني خلاص صفحة واتقفلت. ممكن تكون احنا فاهمين غلط او الكلام اللي بيوصل غلط، لان انا عايز اقول في الحتة دي هي دايرة ال 12 فريق. عايز اقول لك مطرح ما انت بتقعد وتتكلم الكلام بيوصل، يعني الكلام بيوصل بشكل معين. بس لا، انا لو بصيت له كل كلمه هتيجي، فاحنا كل شويه هنعمل مشكله. لا، احنا ما كل الناس حبايبنا، كل الناس بتاعتنا، واحنا عايزين نعمل حاجه ال 12 فريق يستفادوا منها. فكل واحد لو ركز في الملعب وركز في الكوره وركز في فريقه هيعمل حاجه احسن. انما يعني في النقطه ديت انا بقول لك كل حاجه منتهيه خلاص. يعني ايه كل واحد يعني بيتكلم في حاجه احنا بنعقبش عليها، احنا ما بنتكلمش على حد وحش. احنا لما لو جالنا كلام ما بنسمعوش، طالما ما سمعتوش من صاحب الكلام خلاص الموضوع بالنسبه لي ما حصلش. ايوه يا كابتن امجد، بس في حاجات ما ينفعش انها تعدي بدون حساب، ماشي، وفي حاجات ما ينفعش انها تعدي كده، لان الموضوع اكبر مما ينبغي، الموضوع خد حجم اكبر من حجمه. ثانيا، طب ما الكابتن رمضان طه كان المفروض ان هو هينظم معانا. الكابتن رمضان طه رجع بعد كده قال انا مش فاضي ومش هنظم، والراجل بعد عن الصوره، ما فيش ادنى مشكله. الراجل هو ادرى واحد بظروفه. هل الراجل ده لما مشي عمل لنا اي مشاكل؟ لا، الكابتن رمضان طه لما مشي عمل لنا اي مشاكل؟ اصلا كابتن رمضان طه كان من اول الناس اللي موجودين نظام الدوري، وانا رايح عليه. يعني انا رايح على كابتن رمضان، رايح عارف ان كابتن رمضان موجود. ففوجئت ان هو مش موجود. هو مش موجود. في بعض الماتشات بيحضرها ما بنسمعش حسه خالص، مش مع صوته، الراجل ما بيتكلمش. خرج لا بيتكلم مع ده ولا بيتكلم مع ده ولا بيجيب. يعني خلاص انا خرجت من الموضوع، ماليش دعوه بالموضوع. مثل رمضان طه ده اخويا وعشره من زمان. رمضان طه ده لعيب محترم جدا. يعني انا عمري ما شفت رمضان طه ده بيعترض على الحكم في اي ملعب، انا في اي ماتش. انا اتفرجت على رمضان كتير. انا ما شفتش رمضان عمري ما زعل حد. يعني رمضان طه بيشوف المشاكل فين ويبعد عنها. من اكتر الشخصيات المحترمه في الكوره الكابتن رمضان طه. لذلك هو لما حب يبعد عن الصوره احترمنا رغبته، وهو نفسه يعني ايه بعد عن الصوره بمزاجه. هو اللي حابب انه يبعد عن كده نظرا لظروف شخصيه عنده او حاجه في دماغه، الله اعلم، ولكن رغبته تحترم. ومع ذلك هو لم يسبب لنا اي مشاكل، وسواء دعمنا او ما دعمناش، ولكن هو ساب الناس تشتغل. هو دعمنا بانه خلاص خرج من الصوره وسابنا نشتغل. هو ده دعم، هو ده في حد ذاته دعم. ده في حد ذاته دعم. ان هو ما خرجش وما زعلش بقى انه خرج وقعد يتكلم او بس انا بتكلم برضه في النقطه ديت بالنسبه لاي حد تاني. اي كلام وصل على لسانه او سمعناه في حاجه معينه، فانا بقول لك يمكن هي وجهات نظر. هي ممكن يكون احنا يعني الكلام رايح بشكل وجالنا بشكل تاني، فاحنا نلتمس للناس العذر، والناس كلها على دماغنا من فوق، وكل الناس زي ما قلت احنا على الحياد معاهم، واحنا ما فيش مشاكل مع اي حد. احنا هي كل القصه خلاص منتهيه بالنسبه لاي حد اتكلم. يعني انا ما سمعتش منه فهو ما اتكلمش خلاص. طيب برضو في نقطه تانية هننتقل لها، وهي نقطه ان اللجنه المنظمه بتتكلم مع ناس ما لهمش علاقه بالمواضيع اللي بيتكلموا فيها. يعني انا مثلا عبد الله عبد الرحمن، انا ازاي اسالك على حاجه تخص فريق نصار؟ انا مالي؟ يعني انت دلوقتي مثلا احمد نصار اتوقف ماتش، احمد نصار في ماتشه انا اعترض ليه؟ انا علاقتي ايه بالموضوع؟ انا في ماتش احمد نصار اللي اتطرد فيه ده وهيتوقف فيه، في لاعب في الملعب بيقول لي انت هتوقفه قد ايه؟ المفروض يتوقف 3 ماتشات. يعني هو بيتكلم انت بتمليني اوقف اللاعب قد ايه؟ انت بتمليني وانت لاعب قصاده؟ يعني مش ما يخصكش اصلا. القصه كلها قرارات لجنه منظمه، واحنا ما بناخدش قرار كده. يعني انا ممكن من وجهه نظري في لعيبه تتشطب، يعني في لعيبه تتشطب، بس انا ما باخدش قرار كده. لازم بنطبق روح القانون، بنشوف الفيديوهات، بنشوف كل حاجه، بنقعد نتكلم وبنشوف كل حاجه. انا مثلا اقول لك على موقف بكار لاعب سندوة. بكار اتطرد في الماتش، انا كنت موجود في المشكله اللي حصلت،
فانا ما شفتش الطرد خالص، السكور في ايدي، انا ما شفتش الطرد اصلا، يعني ما شفتش كابتن شريف ابو العزم وهو بيديله طرد خالص. فبعد ما خرجت من الماتش لقيته بيقول لي، حتى فريق سنداوي بيقولوا لي انت قلت مش هيتوقف. انا قلت مش هيتوقف لاني وانا شايف المشكله مش من عنده، وما شفت الفيديوهات لقيت المشكله مش من عنده، بس اللاعب خد طرد في الماتش. فانا مثلا هو المفروض الطرد مباشر بياخد ماتشين، انا من ضمن الناس اللي كنت قاعد مع اللجنه المنظمه بتكلم، انا مش عايز اوقفه اصلا، انا شايف المشكله مش من عنده خالص، بس القصه كلها ان انا استعمل معاه روح، لا ما دام هوقفه ماتشين لطرد مباشر هوقفه ماتش واحد، لان اللاعب كان في حاله دفاع عن نفسه، يعني ما فيش مشكله بالنسبه له. ولاعيبه سندوه كلها الحمد لله احنا شفنا، حتى بكار من ضمن الناس دي انا يعني شفتها كام مره، راجل محترم جدا وما اتطرد خرج على طول، ما اتكلمش، وما خرجنا من الملعب خرج من الملعب ما فيش اي مشكله. يعني انا بتكلم في ان احنا بنشوف الحاجه مره واثنين وثلاثه وبناخد القرار، انت بتشوفها في الملعب من وجهة نظرك انت كفريق منافس، لو بتتفرج او بتلعب هتبقى شايف قرار تاني، لا احنا شايفين قرارنا بيبقى الاول والاخر لمصلحه الناس، يعني مصلحه ال 13 فريق. لا الفيديوهات بتكشف، مصلحه ال 13 فريق، بس الفيديوهات بتكشف. الفيديوهات بتكشف حاجات كتير بتبقى غايبه عن الناس. لما بنشوف الفيديوهات بنشوف حاجات كتير، احنا شفنا كام لقطه في الفيديوهات كانوا فيهم اعتراضات كتير جدا، ونلاقي ان هو اصلا ما كانوش مستنيين الاعتراضات دي كلها، انت شفتها من لقطتها، احنا بنتفرج على الفيديو مره واثنين وثلاثه قبل ما ناخد قرارات، زي ماتشات الانسحاب، الماتشات اللي اتعادت، الماتشات اللي اتعادت ليه؟ احنا اتعادت عشان احنا اتفرجنا على الفيديو، سالنا 5 أو 6 حكام هنا من احسن الحكام في المنطقه، سالت انا في منطقه القاهره 2 حكام، طبعا في منطقة القاهرة 2 من أحسن الحكام في منطقة القاهرة، خدنا قرار بإعادة ماتش بعد ما رجعنا ل7 حكام من أحسن الحكام في منطقة القليوبية وفي القاهرة. يجي حد يعترض يقول لك طب ليه يا عم يا جماعة، ده القرار احنا ما خدناهوش كده، احنا تحكيميا مش هناخد قرار، احنا خدنا قرار بناء على 7 حكام ناس يعني معروفة في المنطقة بالورقه والقلم، وقرارات كمان جايبين قرار اتحاد وقاعدين ماتش، وفي ناس برضو بتعترض ان الماتش هيتعاد. طب انت عايز اعمل لك ايه تاني عشان خاطر اقول لك ان الماتش ده المفروض يتعاد؟ عايز اعمل لك ايه تاني عشان اقول لك ان الماتش ده يتعاد؟ يعني ده انا جايب لك قرار اتحاد من منطقه القاهره، انت عايز تاني؟ بس طبعا انا مع كامل احترامي طبعا كلامك كله صح 100%، ولكن انا قصدي على نقطه تانية، ونقطه ايه، وهتكلم مباشره على طول. انا كنت بلعب الجوله دي ماتش ضد المستر احمد هاني، من احسن اللعيبه طبعا في المنطقه، واخويا والكابتن حكاكه طبعا اخويا، ويمكن ده يخلينا اقول ان حكاكه عمل احلى ماتش ليه في الدوري كان في الماتش ده. الماتش اللي فات حكاكه عمل احلى اداء فردي في الماتش ده، وده كان مفاجاه ليا بصراحه في الماتش ده، ان لقيت حكاكه وزعبوري عاملين ماتش. حكاكه لما ركز في الماتش اللي فات وكان بيلعب كوره، احنا شفنا حكاكه اللي كنا بنشوفه الاول مع نصار ومع الناس دي، كنا بنشوف احمد حاتم، يعني الناس كانت بتكسب فريق سنهره، في فرق سنهره في الدورات الخارجيه كنت بروح معاهم، كانت من ضمن الناس الاساسيه بيكسب الفريق ويلعب لك مهاجم، يلعب لك مدافع، لعيب عالي جدا. لما ركز في الملعب الماتش اللي فات مثلا، الكلام ده للناس اللي هي مش مركزه في الملعب، لما ركز في الملعب الماتش اللي فات كان بيلعب ماتش جامد جدا، وكان من ضمن الاسباب ان الماتش ماشي كويس طول الماتش، وهو ماشي يعني ما بيتكلمش بيلعب كوره، فكان كويس جدا. فانا برضو بتوصلنا لنقطه ان انت لو هتلعب كوره للكوره هتلاقي نفسك كويس جدا جدا، وبتوصل لنقطه كويسه جدا. حكاكه بيدور على مين يعدي، يوسف يعدي الاول، عدى الاول، حكاكه ثاني، حكاكه ثالث، لكن والله انذار لعبود كده. النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها في الماتش ده، الماتش ما بيني وما بين حكاكه، ليه طرف ثالث يخش يسال؟ يعني في كلام ان حكاكه كان موقوف وما كانش ينفع يلعب الماتش ده. يا عم انت مالك؟ مش مشكله يا عم انت مالك يا باشا؟ حكاكه كان موقوف في الماتش بتاع الارنطه، الماتش خلاص عدى وهيتعاد، وكان موقوف ماتشين، ماتش الارنطه والماتش اللي فات، وحكاكه فعلا ما لعبش ماتش الارنطه والماتش اللي فات، ماتش الارنطه هيتعاد، فلما الماتش الارنطه هيتعاد حكاكه هيبقى موقوف فيه، فاتحسب له خلاص. فالمفروض قانونا ان حكاكه يلعب الماتش بتاعي، ما فيش مشكله من لعب حكاكه. وعايز اقول لك على حاجه، حكاكه حتى لو كان موقوف الماتش بتاعي وعايز يلعب، انا موافق انه يلعب. دي حاجه بيني وبين، دي حاجه بين فريقي وبين فريق المستر، انا كابتن فريق ريال مدريد والمستر كابتن فريق الميلان، دي حاجه ما بيننا وبين بعضنا. انت تتدخل، انت تسال ليه، تعترض انت ليه؟ انا مش معترض على لعب حكاكه، حتى لو حكاكه مشطوب انا موافق انه يلعب،
لان المستر وحكاكه بالذات دول يعني كلامهم طلباتهم بالنسبه لي اوامر، ماشي، وانا ما اقدرش ازعلهم ابدا، ناس محترمه وناس اخواتي وعشره في الملاعب. طبعا. انت بقى كطرف ثالث انت بتدخل تسال ليه وتعترض اصل حكاكه موقوف، اصل حكاكه مش موقوف، اصل المفروض يلعب مش المفروض يلعب. يا عم انت مالك؟ انت تسال على فرقتك. وانا اتكلمت في الموضوع ده اكتر من مره يا كابتن امجد. انتوا ما ينفعش تجاوبوا على تساؤلات لكباتن فرق الا في تساؤلات تخص فرقهم. يعني لما واحد يجي يسالك على فرقتي تقول له دي ما تخصكش. ده هو ده اللي انا بتكلم ده فيه. اللي احنا عملناه. ده اللي الكابتن احمد هاني اما عبد الله عبد الرحمن يجي يسالك على فرقه احمد هاني قول له دي تخص احمد هاني، الا اذا كنت بسالك على حاجه تخص احمد هاني في ماتشي. دي ماشي في ماتشي. يعني انا من حق اسالك حكاكه موقوف ولا مش موقوف. ليه؟ اصل حكاكه هيقابلني فطبيعي لازم ابقى عامل حسابي. انما انا بقى حكاكه هيقابل نصار، طب هو حكاكه موقوف ولا مش موقوف؟ معلش انت مالك؟ حكاكه ونصار انا داخل ايه في الموضوع؟ انا عايز اقول لك ان في نقطه بكار كمان بتاعه الطرد، انا فريقنا الصراوي يلعب مفيش مشكله. قلت لهم لا 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 مفيش، انا بطبق قانون يا جماعه. انا مش قصه الفريق. ما هو قالوا لي يلعب فريقنا الصراوي يلعب، خلي بكار يلعب وسندوه تيجي. قلت لهم لا انا بطبق قانون. نفس القصه بتاعت احمد حاتم، انت اصلا مش في الدايره، مش موجود في الماتش اصلا. غير ان هو لاعب كان موقوف ماتشين، اتوقف اسبوعين فعلا، ما لعبش الاسبوع الاولاني والاسبوع الثاني، والاسبوع الاولاني كان ما لعبش، كان واقف بره الملعب. والراجل احترم رغبتنا ووقف بره الملعب مفيش اي مشكله. والماتش الثاني ما لعبوش، ماتش الارانتا تقريبا كان في نص الشوط الثاني حصل مشكله تستدعي اعاده الماتش ولغينا الماتش خالص، على الرغم ان فريق الارانتا كان كسبان 2-1 ساعتها تقريبا. عدنا الماتش خالص. فبس الماتش خلاص انت توقفت في الماتش ده، فالماتش ده هيتعاد، هتتوقف فيه لما يتعاد. الناس مش فاهمه، الناس في ناس مش فاهمه قانون كوره، او مش فاهمه، او بتلعب كوره وخلاص، او عايزه تصدر مشاكل. لا احنا ما بنبصش للكلام ده خالص، احنا على الحياد مع الناس كلها. احنا احمد كان موقوف في ماتش وهيتعاد، هيتوقف في الماتش ده لما يتعاد، انما بعد كده يلعب. ما انا ما وقفش اللاعب اسبوعين وبعد كده وقفوا اسبوع ثالث عشان ماتش الاسبوع الثاني هيتعاد. لا ده كده انا كده يعني بظلم اللاعب. لا يلعب ماتش، وما ماتش يجي يتعاد اللي هو كان موقوف فيه مش هيلعب فيه. بس ده الصح، ده القانون. انما الناس اللي تتكلم تبقى فاهمه قبل ما تتكلم هي بتقول ايه. ركز في الكوره، ركز في الملعب، والله هتوصل لنقطه كبيره جدا. بس انما لو هتركز في مشاكل انت مش هتلعب كوره. انا هعمل رساله اخيره يا كابتن اجمل بعد اذنك لاي حد، اي حد بيفكر ان هو عايز يعمل بونطه او عايز يعمل لقطه بالنسبه للدوري. وفر تعبك ومجهودك وما تحاولش تعمل حاجه غلط، لانك مش هتعرف تبوظ دوري، مش هتعرف. الدوري ده اولا كان فكره الدكتور محمد طه وفكرتي الحمد لله، ورحنا للناس في النادي الملكي واستوعبوها وساعدونا ان احنا ننفذها، لان احنا طبعا خدنا الفكره دي من اخواتنا في نامول، ففكرنا ان احنا ننفذها هنا، والحمد لله نفذناها بمساعده اداره النادي الملكي. وبعد كده استعنا بالكباتن اللجنه المنظمه عشان يساعدونا، وبالتالي احنا كلنا ايد واحده. ومع ذلك احنا مش بنقول ان الدوري ده بتاع الدكتور محمد طه او بتاع عبد الله عبد الرحمن او بتاع الكابتن امجد. لا الدوري بتاع ال 12 فريق والمتفرجين اللي بيجوا يتفرجوا. الدوري بتاع البلد كلها، الدوري بتاع الناس كلها. محدش له فضل على الدوري يا كابتن امجد خالص. محدش له فضل على الدوري خالص. الدوري ده حاجه احنا عاملينها للشباب الصغير عشان تلعب. احنا لعبنا كوره زمان، احنا يعتبر مخلصين كوره، احنا بنيجي نلعب كده بس عشان احنا بنحب الكوره، ولكن احنا مخلصين كوره يا كابتن امجد. انا سني 36 سنه ماشي. انا 41 سنه. انت 41. بطلت كوره من بدري. فانا ايه اللي هيخليني اشتركني مثلا في حاجه زي كده؟ انا بحب ان انا اشترك في الكوره. الكابتن نصار دلوقتي، الكابتن نصار اللي فينا الشمتانه ان هو خسر. الكابتن نصار سنه 38 سنه، يعني خلاص احنا يعتبر مخلصين كوره. نصار ده اصلا رجلين الاثنين منتهيين. نصار انا اخويا وحبيبي يعني، وفوق كده انا بعشق لعب نصار. انا لعبت مع نصار. انا بقول لك انا اكبر من نصار. انا بقول لك انا لعبت مع نصار، مش هو اللي لعب معايا. لعبت مع نصار لان نصار فز من ساعه ما طلع في الكوره. فز طبعا لعيب نجم. وايه بقى الاخلاق موجوده. انت ما شفتش، انا ما شفتش نصار من ساعه ما لعبت معاه لحد الان يعني بيقل ادبه على حد في الملعب. لا انت لو هتتكلم مستحيل. في ان لاعب يعمل مشاكل، فانت معاك مساحه يا نصار تعمل مشاكل.
لا هو كل الناس هو متفق هتلتمس لك العذر. استنى بس، هو متفق مع احمد نصار ان اللي هو اللي يعمل متفق مع احمد نصار. احمد نصار، لا احمد نصار محترم جدا. احمد نصار كل القصه عصبي شويه او بيتكلم رغم ان هو حكم، يعني المفروض يكون هادي شويه. لا هو بيقول لك دي حاجه ودي حاجه. فانا بقول نصار لو هتعمل مشاكل، فانت عندك والله العظيم نجم بيزا نصار لو عمل مشكله في 100 عذر ليه. انا بنلتمس له عذر، احنا بنحب نصار. انا عايز اقول لك ومع ذلك ما بيعملش مشاكل، اتعلموا منه. انا عايز اقول لك ان احمد نصار حكم ممتاز جدا. يعني احمد نصار لولا القيل والقال احنا كنا خلاني هو اللي يحكم الدوري يا باشا. احنا مش كنا، انا بس عشان القيل والقال بس. من اول نجيب احمد نصار قال لك اصل احمد نصار، قلت لهم انا عارف ان احمد نصار لو حكم لا هيفرق معاه بيلعب في الدوري ولا ما بيلعبش، بس برضه منع على القيل والقال بلاش. وانا كان نفسي ان احمد يبقى بيحكم. انت مش احنا كنا بنتكلم امبارح فان ما نخلوش في الموسم الجديد يلعب ويحكم؟ احنا هنكسبه جدا كحكم فعلا، بس هو فريقنا الصراحه هيخسره كلاعب. بس احنا بنتكلم يا جماعه، اتعلموا من الناس الكبيره دي، الناس النجم زي ده والله نتعلم منه. ما بتسمعش صوته في الملعب، ما بتسمعش صوته في الملعب، ما بيلعب كوره للكوره، حابب كوره وحابب حاجه تنجح. انا من خلال الكلام ده انا بشكر كابتن عبد الله فؤاد لاعب السد. الراجل كان بيكلمني بيقول لي احنا عايزين ننجح الدوري، وراجل من السد مش من سنهره، والدوري في سنهره. الراجل بتاع السد انا بشكره جدا جدا جدا. بيقول لي انا معاك يا باشا وانا عايز انجح الدوري، ومش من بلد. فاحنا مش عايزين، يعني عايزين الناس تتعلم من الناس اللي زي دي، تتعلم منها ان انت لما تنجح الحاجه دي النجاح منسوب ليك قبل ما يبقى منسوب للنادي او للجنه منظمه. منسوب لان في 12 فريق كانوا محترمين جدا ونجحوا حاجه، عملت حاجه. يعني هنوصل للموسم الثاني احنا بنفكر في حاجات كتير جدا، بنفكر لمصلحه ال 12 فريق ازاي نخليه يدفع اشتراك اقل ويكسب، او يكسب من وراه، يستفاد من وراه استفاده اكبر. احنا بنفكر في كده. احنا بنفكر للناس في الموسم الجديد ان احنا نديهم، وده تفكير لسه مش وعد، ان احنا نديهم كل فريق طقم يبدا بيه الدوري وهيحتفظ بيه. كل فريق طقم 12 طقم للفرق تلعب بيهم الدوري كله عشان يبقى اللون موحد، فانيلا وشورت. احنا بنفكر في دي دلوقتي، ولسه لو قدرنا نعملها هنعملها. يعني احنا بنفكر السلبيات بتاعتنا كلها بنكتبها يوميا عشان نيجي نتغاضاها الموسم الجديد. انت بتعمل موسم اول، صدقني الموسم الثاني استمر وخليك في الكوره، هتكسب وهتستفاد في الموسم الثاني. بس يا ريت كل الناس تكون فهمت كلام الكابتن امجد، لان بصراحه كلام مهم جدا وكلام خطير جدا. وانا مش بقول، وكلامي اللي انا قلته قبليه مش بقوله عشان انا بيني وبين حد عداوه، انا بس بيصعب عليا ان ناس تاكل معايا عيش وملح وفي الاخر يجوا يقفوا ضدي. انا ما بطلبش انك تقف معايا، انا ما بطلبش ان حد يقف معايا، انا كل اللي بطلبه انت مش عايز تقف معايا انت حر، بس ما تقفش في وشي، عشان لو هتقف في وشي فانت الخسران. الدوري ده مش بتاع عبد الله، مش بتاع امجد، مش بتاع فلان الفلاني، الدوري ده بتاعنا كلنا. من حق الجيل الجديد يا كابتن امجد انه يلعب كوره محترمه، من حق حماسه وايور وابراهيم حنتيره والناس دي تلعب، من حق سامح الزعبوري وابراهيم هشه وياسين وميدو الزعبوري وابراهيم حاتم والناس دي كلها تلعب كوره، من حق الاجيال الجديده يوسف وجامايكا وعبود والناس دي كلها تلعب كوره، من حق كل اجيال البلد عمر رأفت واحمد جمال فوزي وطه سامح بقول بالنسبه لفريق عمر رأفت كله شباب، وعمر هيوصل بالفريق ده لنقطه كويسه جدا. يعني عمر من ضمن الناس اللي بتكلم معاهم بقول انا مش فارق معاه مكسب، او انا فارق معاه ان الفريق ده بعد كده هيبقى ايه. بص التفكير، وعمر اصغر من ناس كتير بتعمل مشاكل. الراجل تفكيره ايه؟ عايز يوصل بالفريق. انا مش عايز اكسب دلوقتي، انا الفريق ده انا هكسب بيه بعدين. بمناسبه هو ده اللي بالتفكير. يعني انا برضو حابب اشكره لان هو انتظر فرقه السد، انتظر فرقه السد نص ساعه، ودي حاجه كويسه جدا من عمر رأفت. كابتن فرقه محترم، وان شاء الله عمر محترم جدا. عمر بقول لك بتفكيره واصل لفين، وعمر سنه مش كبير، تفكيره اللي واصل لفين، واصل لنا زي ما بنتكلم دلوقتي. الموسم ده هنقضيه زي ما هنقضيه، احنا اول موسم اكيد لازم يكون في سلبيات في كل حته. الموسم الثاني هنوصل بيه لايه؟ عمر نفس الفكره، بيقول لك انا مش مهم اكسب دلوقتي، انا عايز اكسب في الموسم الثاني، انا عايز اعمل فريق دلوقتي يبدا ينافس من الموسم الثاني الموسم الثالث. بص التفكير كده. ركز في الكوره، برضو بقولها تاني، ركز في الكوره وما تركزش في الكلام على اي حد، خليك في فرقتك والله هتكسب احسن من كده. طيب سؤال اخير بالنسبه للدوري، اجابته مختصره، في انتقالات وفي استبدالات ولا لا؟ الموسم الجاي ان شاء الله.
طب احنا هنتكلم بالنسبه فيها للموسم ده، الجاي. لان انا الموسم سمعت ده لا. اقاويل كتير. لا ما فيش، ما قلناش الكلام ده اصلا، ما اتكلمناش فيه. كانت فكره بس ما اتكلمناش مع حد اصلا. ما فيش انتقالات وما فيش استبدالات في الدوري ده في الموسم ده، احنا قايلين من الاول كده. امم فما فيش، حتى لما بنتكلم فيها قلت لهم لا احنا قايلين من الاول كذا كذا، ما فيش الكلام ده يعني، احنا قايلين دور واحد، مش هيبقى فيه انتقالات ولا استبدالات. فالكلام ده هيبقى ان شاء الله الموسم الجاي هنتكلم فيه وهنفكر فيه. طيب تمام، نوصل بقى للفقره الاخيره من حلقتنا يا كابتن امجد، وانت بصراحه مشرفني. لو حبينا نختار اهم 20 لاعب تاريخيين بالنسبه لسنهيرة من وجهه نظر الكابتن امجد جمال، من وجهه نظرك 20 لاعب تاريخيين بالنسبه ليك، ماشي؟ بس بشرط تحطني من ضمنهم. ماشي، 20 لاعب تاريخيين من وجهه نظرك، من اي فئه عمريه، من لعب في اي وقت. لعبت معاهم اللي انا اقول لك عليهم دول. لا بدماغك انت تختار لعبت معاه، تختار ما اتفرجت عليه براحتك، ومش لازم بالترتيب. مبدئيا طبعا كابتن البلد اللي انا اشتغلت فيه معاه لجنه منظمه برضه في مركز الشباب، كابتن طارق نصر. الناس كلها مجمعه كابتن طارق نصر يا كابتن، الناس كلها لا، في مجمعه. حاجه بقى نتكلم في حته كابتن طارق نصر. كابتن طارق نصر كابتن البلد وعمل كتير في الكوره للبلد. شفت كابتن طارق نصر قبل كده بيغلط في حد؟ لا مستحيل، بيزعل حد؟ مستحيل ده وبيكلمك في الملعب، انا لعبت معاه وما كان بيزعق لي كان بيزعق لي لمصلحتك. انا بقول لك كده عشان انت تبقى كده بعد كده، الكوره دي تتلعب كده، وبيزعق بس انا عارف هو بيزعق ليه. بص يعني يا جماعه، يعني في ناس اهي قيمه وقامه في الكوره، عمره ما زعل حد، عمره ما اتكلم في حد، عمره ما اتكلم على حد. فهنبدا بكابتن طارق. تمام، واحد. كابتن استاذنا هاني عبد المجيد، ابو النجوم احمد واسلام، الناس ديت حبايبي ومحترمين جدا. تمام. كابتن زيزو ابو عزيز فوزي. لا كابتن زيزو الكبير. كابتن زيزو الكبير، اللي هو احسن لاعب دبل كيك في البلد. اللعبه دي كانت مشهوره بتاعته. تحيات. هو واضح ان عائله ابو خالد كلها بتعرف تعمل باكورد. دكتور احمد ابو خالد، اسامه ابو خالد. كابتن اسامه ابو خالد. انت كده هتجيب عائله ابو خالد كلها ولا ايه؟ لا الناس ديت طب نجيبهم من الاول. في الكوره. حضرتك قلت الكابتن طارق نصر واحد، سنان عبد المجيد اثنين، كابتن زيزو الكبير ثلاثة، دكتور احمد ابو خالد، أربعة، كابتن اسامه ابو خالد، خمسة، كابتن ممدوح معوض، ستة، كابتن محمود عبد الله ومحمد عبد الله البروف، كده 8. تحياتي طبعا لكل اسامي اللي بتتقال، كلهم كباتن انا، وكنت بستمتع وانا بتفرج عليهم بصراحه، من وانا عيل صغير نشأت على الاسامي دي. كابتن ياسر يونس 9، كابتن بكر احمد طاطا. ده دول بلطجيه الكوره، خلي بالك. الكابتن ياسر يونس والكابتن بكر نجوم كوره ده. انا لعبت معاهم برضه. في كابتن حسام توخي استاذنا. كابتن حسام توخي اللي زعلان مني عشان ما رضيتش احسب له ضربه جزاء في النادي الملكي امبارح. استاذنا كلنا طبعا. وكابتن بلال عبد القادر، كابتن محمد يوسف، كابتن شوقي الحنفي، كابتن حاتم ابو زيد. استنى بالراحه بس عليا، عشان خاطر انت بتقول اسامي برضو يعني كبيره قوي. مقاما طبعا واخلاقا وكل حاجه، فبالراحه عشان نستوعب الاسامي اللي انت بتقولها. انت قلت لي الكابتن حسام توخي، تمام. مين بعديه؟ كابتن بلال عبد القادر. كابتن بلال عبد القادر طبعا غني عن التعريف. طبعا. كابتن شوقي الحنفي. الكابتن شوقي الحنفي ده برضه غني عن التعريف طبعا. كابتن محمد يوسف اكيد طبعا، نجم سنيرة طبعا. كنت بحب لعبه جدا على فكره. تمام. كده 4. في كابتن حاتم ابو زيد. كابتن حاتم ابو زيد. كابتن ايمن شوقي طبعا. كابتن ايمن شوقي بنأكد اهو، احنا قلنا كابتن ايمن شوقي عشان لو ما قلناش اسمه يتصل بيا يقول انت ما قلتوش اسمي ليه. عيب خطير يعني. الكابتن ايمن شوقي. كابتن عبد الله نشأت وعصام نشأت. كده 2. تمام. كده 8. طبعا كباتن كبار، الكابتن عبد الله نشأت وعصام نشأت كان ليا الشرف ان انا حضرتهم في الملعب ولعبت معاهم. هنجيب من الناس القديمه كابتن سامي صالح. انت كده حطيت ايدك على البيج بوس. انت كده حطيت ايدك على الراس الكبير، الكابتن سامي صالح، تحياتي ليه وربنا يديه الصحه. ووالدي بقى الله يرحمه كان من احسن باكات في سنيرة يعني. على ما اسمع من الناس اللي كانت بتلعب معاه يعني، ما شفتوش هو بيلعب بصراحه.
طبعا بس طبعا اسمع طبعا. من عم عبد الرحمن خليل، عم سامي، ان ابويا كان من الباكات الجميله، حتى هو متقرب بشهاده تقدير بعد ما مات الله يرحمه من النادي، من مركز شباب سنهره، من ضمن انه آه، كان لعيب في مركز شباب سنهره يعني. ربنا يرحم الجميع، وطبعا هو سيرته رب سابقة طبعا. اكيد طبعا. و استثنائيه بقى كلاعب تاريخي في سنهره، عشان انا بعشق اللاعب ده كشخص وكلاعب، كابتن نصار يعني، لازم احطه في اللعيبه التاريخيين لسنهره. الكابتن نصار. مفيش كلام، نصار مفيش كلام، بصراحة. انا بعشق لعبه يعني، هو نصار لعيب هيبطل لعيب كورة امتى يا حريف. كابتن امجد؟ لا نصار يعني، بص عم طارق نصر بطل كرة؟ لا ما بطلش. طب نصار مش هيبطل، ده في دمه، ده واخدها في دمه. مش هيبطل. لا تحياتنا لكل الكباتن اللي بتتقال وبصراحة كابتن امجد انت شرفتني، ويا ريت برضه باكد في النقطة دي، اي حد اسمه ما اتقالش، اه اي حد طبعا اسمه ما الكباتن اتقالش. كلها اللي اسمها ما تقالش فوق دماغنا كلهم، بس هو ممكن يكون بس احنا 20 لاعب، فال20 اللي حاضرين معانا، انما في ناس كتير يعني، في ناس كتير كانت لها اسم في الكورة في سنيرة يعني. طب هو بصراحة في واحد كمان انا نفسي اقول اسمه، لان حاسس ان هو كان من اللعيبة التاريخية اللي في سنهرة، اللي خلص بدري بدري واسمه ما بيتذكرش، الكابتن احمد فاروق. احمد فاروق عواد، بس احمد بطل بدري قوي، احمد فاروق بطل بدري قوي، و- شغله بقى وده. وبصراحة احمد ابن عمي. كان علامة. احمد ابن عمي، وكان بيلعب معايا، كنت بلعب انا هو في بينكم ونصار. خناقات ولا حاجة؟ لا خالص، احمد اخويا يا عم ما فيش ابن بينكم عمي. خناقات على ورث ولا اي حاجة ولا؟ لا والله، احمد انا وهو لعبنا مع بعض، وانا وهو ونصار، وكابتن اه بهاء محي، ايوه، ما انا كنت الجون بتاعكم. وكابتن محمد عبد العال، ايوه وكنت انت معانا جون، و كنا مأدين فريق، كان فريق قوي جدا، كان ايوه. فريق قوي جدا وله حضرت، اسم يعني، كان ليا لعبنا في الشرف. كذا مكان ووصلنا في النقطة بعيدة في معاه يعني الفريق ده. تحياتي لكابتن احمد فاروق، وباكد لكل الناس اللي اساميها ما بتتقالش، احنا بنقدركم كلكم، احنا بس كل واحد بيعبر للناس عن حبه عن طريق 20 لاعب على سبيل المثال وليس الحصر. بشكرك يا كابتن امجد، شرفتني، ويا ريت ان شاء الله ما تبخلش علينا، ودي ما تبقاش اخر حلقه. ان شاء الله ما تبقاش الأخيرة. انا اتشرفت معاك كابتن عبد الله والله، وقناة، وبشكر قناة الشريط المخالف على الاستضافة وحسن الاستضافة. واخر حاجه بقول للناس، احنا على الحياد مع الناس كلها، ما والله ما في مصلحه مع حد يعني، ما فيش خالص مصلحه مع حد. احنا عايزين نعمل حاجه كويسه للبلد، ساعدونا ان احنا نعمل الحاجه ديت وننجح بيها ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن امجد، ان شكرا يا شاء كابتن، الله. شكرا شكرا.